السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه للجلاش بالبشاميل بطريقه حلوه جدا. لو عندك صدر فرخه في التلاجة طلعيه، هنعمل بيه احلى وصفه هتعجبك وهتعجب اولادك ان شاء الله. بصوا، يعني انا مش قادره اقول لكم وصفه حلوه وسهله. مش هتاخد منك وقت. تعالى بقى نبدا بينا. اول حاجه انا معايا صدر فرخه، تمام، مقطعاه قطع صغيره، ومعايا بطاطسايه صغيره مقطعها برضو قطع صغيرة، ومعايا بصل ومعايا فلفل ومعايا حبة طماطم صغيرة ومستردة وصويا صوص والتوابل بتاعتي. اول حاجة هنا هنزل بمعلقة زبدة كبيرة، تمام، هخليها تسيح كده وتتقدح زي ما انت شايفاها، وابدأ هنزل بالقطع الفراخ معايا، تمام، هشوحها كده من حوالي من دقيقة لدقيقتين، تمام. وبعد كده هبدأ انزل بالبصل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مشتركش في القناة يشترك طبعا فيها فضلا منكم وليس امرا. ولو عجبك الفيديو متنسنيش باللايك، ولو بتتفرجي على الفيسبوك اعملي لي متابعة للصفحة فضلا طبعا منكم وليس امرا، وطبعا ده يشرفني طبعا. هاخد بقى تشويحه كده، وابدا انزل بنص معلقه فلفل اسود ونص معلقه بابريكا ونص معلقه كزبره ونص معلقه كمون، والملح حسب الرغبه. ونزلت بالبطاطسيه بتاعتي، ونزلت بقرن الفلفل. طبعا التتبيله دي ممكن تعيني منها حاجه وتحطي حاجه، ممكن بدل البطاطس ممكن تحطي اي نوع خضار انتوا بتفضليه. هي قبل اي حاجه نزلت بمعلقه المستردة، ونزلت معلقه الصويا صوص، والاتنين اختياري، يعني حابه تحطيهم حطيهم، مش حابه خلاص. بس هي بتدي طبعا طعم حلو، بس يعني هي مش هتأثر قوي ان انت ما حطيتهاش، يعني حسب ما انت حابه. وهنا طماطميه تكون صغيره، تمام، ميكونش فيها ميه كتير، قطعتها قطع صغيره زي ما انت شايفه كده. وكده التتبيله بتاعتي بقت خالص. تعالى بقى نشوف لفه الجلاش اللي معقداني في حياتي دي. ويعني احنا عندنا الجلاش بصراحه في المحافظه عندنا سيء قوي، ما بجيبش لفه جلاش وتظبط ابدا والاقيها كويسه الا لما الاقيها مقطعه ومبهدله بالطريقه دي، تمام. هبدا بقى احط كده ورقه الجلاش بطنيها من الطرف ده، وبحطها واجي احط التانية بروح عاملاها من الطرف التاني، يعني لان ورقه الجلاش بتبقى كبيره شويه على الصينيه، تمام. المقطع طبعا بحرصه كده في الصينيه زي ما انتم شايفين، ودي احسن حاجه للجلاش اللي هو بيبقى مش حلو ابدا كده، يعني الوصفات دي هي اللي بتنفع بصراحه معاها عن لما اعملها حلويات، تمام. هبدا بقى احط الخضار بتاعي زي ما انت شايفه كده، هنزل بيه. انا ما بحطش كل ورقه وادهن زبده، انا مش عايزاها تبقى دسمه قوي، وبعدين التتبيله دي طبعا فيها زبده، فانا كل ورقتين برش كده رشه سمنه. ودي برضو لو حابه تدهني كل رق لوحديه، تمام. شايفين هي مقطعه معايا ازاي؟ طبعا انا مش هرمي المقطع ده، هحطه زي ما انت شايفه كده، والحشوه هتقبل معايا. وبدات ان انا بقى اكمل ورق الجلاش اللي معايا، تمام. وهدخلها الفرن على درجه حراره 190 تتحمر من تحت وتاخد لون بسيط بس من فوق، وارجع اطلعها اضيف لها البشاميل اللي كان موجود عندي. وهنشوف هنكمل هنعمل ازاي. طبعا هي دخلت كده الفرن اهيتي، وطلعتها. حطيت البشاميل بتاعي، طبعا ده كان بشاميل عندي في التلاجة، فانا قلت بدل ما ارميه بقى هستغل لفة الجلاش دي، تمام. وانا عندي ولادي تلات ارباع الاكل ما بياكلوش، يعني عامه ده لا وده لا، فهم بيحب الحاجات اللي زي كده، هم الاكل اللي بيحبوه انا ما بحبوش، والاكل اللي انا بحبه للاسف هم ما بياكلوش. فالواحد بيبقى حيران، ما بيبقاش عارف يعمل لهم ايه. طبعا الجبنه الموتزاريلا دي طبعا اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص ممكن تحطي مع البشاميل بيضه برضو هيديكي لون حلو وهتبقى جميل. هدخلها بقى تاخد وش كده تحت الشوايه واطلعها زي ما انتوا شايفينها اهي، طلعت بالمنظر والجمال ده. طبعا هي ما اخدتش وقت، لان طبعا الجلاش انا كنت محمراه، يعني كنت مدخلاه وكان واخد وكان متحمر من تحت، يا دوبك بس خدت وشي من فوق وطلعتها زي ما انتوا شايفين، تمام. هبدا بقى اقطعها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بجد يا جماعة اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها ما تنسوش تكتبوا لي في التعليق كان رأيكم ايه فيها، تمام. ولو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش اشتركي لي، ولو ما حطيتيش اللايك يا عسولة حطه لي وما تنسيش فضلا طبعا منك. شايفين بقى؟ بجد كده حاجة كده بقى مش قادرة اقول. شايفين البشاميل اللي عامل فيه ازاي؟ طبعا وهي بتتحمر من تحت ممكن تحطيها تحت الشوايه تاخد كمان وش من فوق، وبعد كده تبقى تضيفي لها البشاميل. انا خليتها خدت لون بسيط، قد يكون اصلا يعني حاجه بسيطه ما تذكرش، تمام. انت ممكن تدوسي عليها في التحمير علشان الورقه اللي فوق تبقى متحمره. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.